في لعيبة بتتصدى للكرة، في لعيبة بتتصدى للقدر. ثابت البطل مكانش حارس مرمى بس، ده كان سور الأهلي اللي عمره ما وقع. الراجل اللي قال للسرطان مش هتهزني، وقال للأهلي هفضل ثابت حتى النهاية. النهاردة هنتكلم يا صديقي العزيز عن حارس مش بس وقف في المرمى، وقف في وش الوجع، في وش الموت، في وش كل حاجة كانت بتحاول تكسر الأهلي. ثابت البطل، حكاية الرجولة في قصدك معانيها، الراجل اللي عاش وراح ولسه اسمه بينور كل شبر من تاريخ الأهلي. اتولد ثابت البطل سنة 1953 في محافظة أسيوط، شاب صعيدي جدع، دماغه كلها تركيز، كل حلمه إنه يكون حاجة كبيرة. انضم النادي الألمونيوم وبدأ يظهر بقوة وسط الحراس لحد ما الأهلي ضمه سنة 1973. في الأهلي مفيش وقت للراحة، لكن ثابت مخافش، اختبار ورا التاني ورجع فيهم كلهم. أكتر من 16 سنة بيدافع عن عرين الأهلي، بطولات، كؤوس، سوبر، أفريقيا، وكان دايما رقم واحد. اشتهر بثباته الانفعالي وهدوءه تحت ضغط ومواقفه اللي كانت بترفع من معنويات الفريق. شارك في أفريقيا مع المنتخب، وكان ضمن الفريق المتأهل لكأس العالم سنة 1990. كان دايما قد المسؤولية، وكان بيتقال عليه الحارس اللي ما بيهزرش مهما حصل. بعد الاعتزال مسابش الأهلي، اتحول من حارس لمدير كرة، لكنه فضل حارس القيم. كان دايما حريص على الانضباط والهيبة وروح الفريق. اللعيبة كانت بتهابه بس في نفس الوقت تحترمه جدا، وكان دايما معروف عنه إنه ولا بيجامل ولا بيقبل غلط على حساب الكيان. في بداية الألفينات كابتن ثابت جاله مرض السرطان، لكنه ما أعلنش وما ضعفش، كان بيحضر الماتشات ويرجع يكمل جلسات العلاج. في 14 فبراير 2005 راح على كابتن ثابت، لكنه اسمه لسه حي، مش في الكتب، لأ، في قلب كل أهلاوي، كل لاعب لبس الفانيلا الحمراء. كابتن ثابت البطل مكانش حارس مرمى عادي، كان حارس القيم والمبادئ والرجولة. لما تسمع اسمه تعرف الفرق بين اللعيب والرمز. لما تيجي تحكي عن تاريخ الأهلي لازم تحكي عن كابتن ثابت البطل اللي كان دايما ثابت لآخر نفس. رحم الله كابتن ثابت البطل، وفي النهاية الأهلي دايما في القلب. سلام.